الشارع كان فاضي تماماً والكل نايم إلا العربية السوداء اللي مركونة تحت الشجرة بقالها 3 أيام ومحدش نزل منها. وائل الشاب اللي بيحب يسهر في بلكونته كان مراقب العربية دي بفضول، ولما يسأل بواب العمارة يقوله: يا أستاذ وائل، دي عربية تبع ناس ضيوف في العمارة اللي جنبنا، ما تقلقش. بس وائل قلبه ما كانش مطمن، وفي ليلة وهو بيبص من البلكونة لمح نور موبايلي خفيف بيفتح ويقفل جوه العربية، ومعاه صوت خبط منتظم على الإزاز من جوه، وكأن في حد بيستغيث بس صوته مش طالع. وائل نزل بسرعة وقرب من العربية بالراحة ومعاه كشاف موبايله، وأول ما وجه النور على الشباك اللي ورا الصدمة كانت بشعة. لقى طفل صغير مربوط ومكمم وجنبه شنطة سفر كبيرة مفتوحة شوية وطالع منها طرف بدلة غالية جداً. وائل الدم نشف في عروقه، ولما حاول يفتح الباب لقى شخصين نازلين من العمارة اللي قدامه وجريوا عليه وهم ماسكين سلاح أبيض وبيصرخوا: ابعد عن العربية يا جدع انت، دي شغلانة ملكش دعوة بيها. وائل بذكائه كان فاتح لايف على فيسبوك من أول ما نزل، والناس كلها كانت شايفة وشوشهم والطفل اللي في العربية. في ثواني الحكومة اللي كانت بتدور على ابن رجل أعمال مشهور مخطوف بقاله يومين كانت في المكان. اتضح إن الخاطفين كانوا مخبيين الطفل في العربية تحت الشجرة، والشنطة اللي جنبه كانت مليانة فلوس الفدية اللي استلموها من أهله، وكانوا بيستعدوا يهربوا. وائل أنقذ الطفل بفضل فضوله، والعربية المركونة اللي الكل كان فاكرها زينة طلعت سجن متحرك كان هيضيع فيه مستقبل طفل بريء. الحارة كلها كانت في ذهول، ووائل بقى حديث الناس وعرف إن السكوت عن حاجة غريبة ممكن يضيع أرواح، والحقيقة دايماً بتبان ولو ورا إزاز غامق في نص الليل. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن العين اللي بتلاحظ هي اللي بتنقذ، وإن كل باب مقفول أو عربية مركونة وراها حكاية مستنية اللي يكشفها.